السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غنقدم معكم غريبة سهلة للعيد أو للكوتي. فيها 4 البيضات، قشرة الحامض، كاس سنيدة، كاس لرب، سكر كلاصي، كاس مع مرش ديال الزيت الرومية، 2 فانيات، 2 خمارات، وعصيرة الحامض. هنا كناخدو البيض، كنديروه في المكان فاش غنخدمو، كنضيفو سكر كلاصي والسنيدة، الفاني. هاد الغريبة ساهلة، كتحضر في وقت وجيز، والمكونات ديالها ساهلين، ولكن كتجي لذيذة بزاف. كنخلطوا جميع المقادير. ما تنساوش قبصة الملح، درتها في الاول. كنخلطوا الخليط مزيان حتى كتذوب السنيده وكيولي الخليط ابيض. من بعد كنضيفوا عسل الحامض، الزيت، قشرة الحامض، وكنخلطوهم مزيان. هنا مع الفاني وقشرة الحامض كيجي مذاق رائع، بالاضافه الى عسل الحامض. هنا كنخلطوا العناصر كاملين حتى كيندمجوا. عاد كنضيفوا دابا طحين ما غاديش نقول لكم المقدار بالضبط، نتوما على حسب العجينه كتكون شويه مرخوفه. هنا كنزيد ليهم 2 خمارات، وكنخلط. غير الطحين كديروا شويه بشويه باش ما نديروهاش قاصحه. هنا العجينه باقا كتلصق، كنغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها واحد تقريبا ربع ساعه لنص ساعه. من بعد كنهزو سكر كلاصي كنغربلوه، وكنديرو غريبه على حسب الحجم اللي بغيتو، ويديكم ديما في الزيت. كنكوروها في سكر كلاصي. لاطا كنديرو فيها البابيي، كنغطيوها مزيان بالسكر كلاصي، وكنستفوها في اللاطا ديالنا. هاد الغريبه ساهله ديال كل نهار، ديال كوتي، ما فيهاش المقادير بزاف. هنايا كنكونوا مشعلين الفران، كنديروها لتحت حتى كتشقق ونطلعوها الفوق. وهنا كنحصلوا على غريبه مشقه ولذيذه بزاف، المذاق ديال الحامض. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا لكم، وعيد مبارك سعيد.